شيء كله ما علي. تمام. انا لا عمري ما طلعت قلت ان محمد ابو جبريل ولا لا وخلاص. انا بقول لك شيء وانا مسؤول على كلامي. دقيقه. غيمه قالت ان انت يا محمد قلت ان ريع ما بنذكر احنا بنقول هذه البنت قالت ان محمد الحسني قال انه ابو جبريل محمد. انا ابو جبريل قلت لا اسا ابو جبريل خير علي خيرات وما اسمعني. صار له 4 ايام فقط لا غير. انا ما لي دخل. هذا الذي يوصلني انا. ما اسمعني لا تكلمت على ابو جبريل وذاك طار حسابي وقلت في راسه. لا انا كرت معروفه ارسل لي زلط. ابو جبريل وقف معايا في القضيه الذي وقعت عليها في السعوديه بيض الله وجهه ولا حد الان واقف معه. ايش الذي ضريت ابو جبريل انا؟ بس شوف الواحد يقطع فيها العيش والملح. ونادر الاثنين لا اتحداك اني اطلع اقول ابو جبريل فعل كذا وكذا. يا رجال وذا تهكر حسابي لو شنو انا طلعت اسب واصيح. قلت ماشي يلعن ابوها الحساب. يا حسني دقيقه لا عادي جاء ريع جو لي ناس يقولوا يا ابو اسد هكرنا حسابك. لا بعد السماعه. طيب ريع خلاص انا اقول لك شيء. ريع جو ناس قالوا يا ابو اسد هكرنا حسابك. قلت لهم لا انت ولا ابوك هكر يا ابن عمي. السماعه بليز والله نسمع. طيب انا عدد السماعه عندك في الباب يا ابو اسد. يا ابو اسد طيب لحظه دام الحسني لحظه يا ابو اسد دام الحسني تطرق الموضوع هذا. محمد اولا انا عندك في البث طلبت مني قط وانت الاخ نادر واقول لكم احنا عندنا الادله الكافيه عن حساب محمد ام كذا يدعم وهو وراء المشاكل حق البرنامج في حساب المحقق كونان وما نعرف من هو محمد. قلت لكم يدعم عند فلانه وعند الحسني يعرف منه. هل انتم الادله هذه ما زال معاكم تعرفون؟ ما بس ابو اسد تجيب كتاب الله. انا اعرف منو محمد. اسمع يا ابو اسد اقول لك يا اسمعني لا تخرف. قول لك كلمه وغير يا ابو اسد اسمع وتحرف بكتاب الله انك ما تعل ولا تعلم ولا تعرف انها حساب محمد ابو جبريل وانا انزل اعتذر لك بمقطع شخصي. وانا اسمعني قسما بآية الله ما دريت انه حساب ابو جبريل الا من الاتصال حق الاخت بدون ما اذكر اسمها يوم قال لي الحسني انها ابو جبريل. انا عمري ما قلت ولا عمري قلت لها وانا اواجه. هي تعرف يا ابو اسد تعرف وتامن بالله اني لا اعلم ولا اعلم انه حساب ابو جبريل الا يوم دخل لي للواتساب قبل امس قال لي علق الشحن. قلت له تحداك مش انت ابو جبريل اثبت بحوت نزل حوت يا محمد. لو انت اللي بالواتساب نزل لي حوت وما ذكرت ايش منه ابو جبريل. انا اقول لك شيء. انا يوم تقول لي ليش ذكرت حسابي يوم جالي الاسمراني وغيري هايطوا هكرنا حسابك يا ابو اسد. قلت كلكم على الصدام والله ما هكره الا ابن عمي وعز الله انه تاج راسي ويفدى راسي. كيف ليش اصرح؟ انا الاشياء قدموها مش لك بس ابو جبريل هكر حسابي ويفدى راسي. ابو اسد مش حدك ان ابو اسد انا شوف انا انسان صريح. ريع يا جو ناس اعداء ابو جبريل يقولوا ادي لنا صوره ابو جبريل. انا طلعنا فعل عليه قلت الذي هو رجال يطلع يذكر ابو جبريل. هم قالوا مش عشان طيب انا اسالك واذا اديت لهم صوره يعني ايش يسووا فيها يا اخي؟ يفعلوا علي نثره ولا يندشوا. يا اخي اذا اديت لهم يا اخي تحسسون الناس هذول بالبرامج انهم مهمين جدا يا اخي ولا اديت لهم صورتهم عادي. معلومه هو رجال ما حد يبيع الرجال. اسمعوني دقيقه. اولا لا يهمني دعم ابو جبريل ولا دعم اكبر كبير اذا ما دعمني محبه الله لا رده. واحده اذا طلع ان الحواله ابو 10,000 دولار رسميه على ابو جبريل انا اتحمل كل ما جاء ابو جبريل واحلف بالله وبالطلاق انها مزوره 1,000,000%. وانا يا ابو سالم اثبت كلام. دقيقه اثبت كلامي يا مؤيد وارسل لك بكره حواله ب10,000 دولار بسند رسمي من وستر يونيوم واذا طلعت باسمك وبرقم الحواله ومزوره. اولا دقيقه يا حسن اوكي اكمل المعلومه وانا اقول انا اجزم اقسم بالله كلام الحسني. اسمعني كلام الحسني اسمعني والله اني في تزوير حوالات وكلام الحسني صحيح. يا اخي انا بكمل المعلومه يا فوز لو سمحت. خليني اكمل المعلومه حق السند هذا يا شباب يا 900 بالبث يا 1000 بالبث. ابو جبريل انا يحيى اخي وانا قلت لكم اتصايحت انا وياه وضاربت انا وياه عمري ما ذكرت عرضه ولا سلمت البني ادم. كان من يجي يسالني يقول لي ما بينيش انا وياه شيء تمام وباظل معاه وانا معاه بالحاضر وبالغايب. ابو جبريل يوم من الايام وايام دعم يحيى مجلي باكثر من 20 إلى 30 ألف دولار
واعلنتها يا حسني. اسمعني يا ابو اسد، اسمعني. عيب بحق ابو جبريل او بحق المشهور انك تجي تقول فلان الفلاني عنده لي $7,000 ما اديها ليش وهو داعمك ب30 ب40,000 $. انت قليل اصل بالحركه هذه. او انت تجي تقول لي فلان الفلاني دعمني ب400,000 نقطه قيمتها فوق $6,000 تقول عنده $1,000 ما حاسبنيش. عيب بحقك. لا عيب. اسمعني حتى لو ما لكن في حركه في علوها. اسمعني يا اخي سمحت خليني اتكلم. انا لي ساعه جالس بالبث، انا مانيش صنم طلع. اسمع هداء، انا لي ساعه بالبث. اسمع، لكن في حركه في علوها ليحيى مجلي كانوا يورطوها انا في السعوديه، وهذه مش حركه رجال. ما اعرف. ايوه هو السلام. انا اعرفها لحظه بدي سؤال للحسني. طيب يا حسني، هل عندك تكمل الشجاعه كما عرفتك انك شجاع وقري وانا قد اختلف ذلك من قبل سنه؟ من هو اللي وراء التزوير؟ تعرف تصرح من هو وراء التزوير ضد ابو جبريل ونشر الشائعات ضد ابو جبريل؟ لا نادر ديب. شوف نادر صديقي جدا، لكن ما يفعل الحركه الخطيره هذه الا نادر. اما ان ابو جبريل على العشرات يا اخي بالعقل يا ابو اسد بالعقل. في واحد بالحياه صاحي يرسل لك $10,000 عشان تسب واحد. ابو جبريل يرسل لي $10,000 وانا اروح اضرب يهم جليل الا الفيصل وجهي واحد الله وعلي الطلاق لا رجع لا اروح اتضارب انا وياه. 10,000 6 مليون جيت تقول لي ارسل لك 10,000 تسب بني ادم او تحرض عليه. يا اخي الله ما شفناه بس عرفناه بالعقل. عرفنا ان الله فيه بالسماء انه في رب. يا حسني هل تتفق ولا عندك معلومه ان في بعض الداعمين يدعموا من شان الناس يتكلموا على ناس اخرين؟ هل تتفق في هذا الشيء؟ ممكن ان انا اجي ادعمك جحفل. يا اخي شوف مثلا نجي نقول ابو جبريل ارسل لبلال $10,000 علشان يسب يحيى مجلي او يفعل كذا. ابو جبريل دامه مطنوخ للدرجه هذه يقدر يفعل 3 مليون نقطه ويجلس يجحفل يحيى بكل جلي بكل جوله علي بالحرام لا يكرهه البرنامج. نفس السفاح ما في علم عبود. نفس السفاح ما في علم عبود. اكثر شيء يغايظنا يا الداعمين في البرنامج ان داعم يدعم ضدي ويجحفلني ويخليني ننفذ حكم. اكثر شيء يقهرنا. لا تجي تقول لي ادعمك $10,000. يا حسني لو سمحت كلمه. يا حسني لو سمحت كلمه يا ميت. يا حسني نزلت فيديو وحذفت طلع هذا اللي ذكرته طلعه اللي ذكرته. منو نادر؟ ايوه طلعه. ليش؟ اذا موجود طلعوه. طيب شوفوا نادر. ايوه على اساس هذا بيني انا وكل خير. لحظه بقول لك نادر لحظه التزوير فيها حاجه اخص واخص اذا كان السند بالمبلغ التزوير. السند تزوير مش حقيقي. السند اذا كان تزوير انا مستعد اجيب لكم سند نفس السند واستخدم. خلاص اتوقع انه السند تزوير. مين المتضرر؟ مين الذي بيضطر في الامر؟ ما بيش حاجه بيضطر يا شايف كلام فاضي. اسمعوا السلطات السعوديه ما هيش فاضيه لابدكم يا ابو يمن للدرجه باثبات دقيقه. اسمع الحاجه ما خلوش كعلة بني ادم ما رفضوها. ليش ما حبستوهم؟ يا حسني من جاء القانون السعودي يحبسك لما يطلع عليك ترند مثل الحسني 7 مليون مقطع بيوم واحد يبزك ب 24 ساعه. ما عندك ترند احلم. روح وكل اولا قضيه في السعوديه لازم تروح للمحكمه تقدم قضيه بالمحكمه مش باي قسم بالمحكمه وتدفع محامي واتعب محامي ما تخش عن $10,000 وتقدم قضيه وتجيب سيدي مضبوط وتثبت كل ما في هذا الشخص. وبمجرد انك حرفت على الانسان هذا او انك ذكرته في بث مباشر او انك خليت الناس تسبه فانت وقضيتك على الصدام. انا معك. انا اشتك تقنعنا كيف السند او الشيك او غيره مزور. يا اخي تزور مالك يا عبد الحير. ازورك الان ازورك تزوير. لحظه وقع تزوير على بعض المشهورين من بينهم السفاح على زنجان. ايوه محادثات في الواتساب وان هذا تعلم. اسمع انا اسالكم سؤال الموجودين كلكم. ايش الهدف من التزوير وايش الهدف من هذا كله؟ انا بجاوبك ايش الهدف. الهدف انه بين مشاكل انا ابغى ازور ضده واقلب الراي العام ضده احرض على كفو لا تزوير سمعه الداعم ابو جبريل هذا الهدف.
فانا اوجه رساله غلط. ليحيى مجلي، غلط. غلط انك تستضيف نادر انه السلام يجي عليكم يا بشير، ما يطلع بدالك تدويرات يا يطلع شبابي. كلام. شوف يا ابو جبريل، اذا كان عندك اثبات كان يحق لك انك تطلع اي واحد وتتكلم في هذا الموضوع. ابو جبريل كبير عن هذا الشيء، انسان خيره على الناس اجمعين في البرنامج، تمام؟ اللي عنده اثبات على ابو جبريل طلعه. اليوم الاسئله كلها ضد ابو اسد، كلها ابو جبريل من بدايه السؤال لا اخره، وكانهم يدخلوا ابو جبريل في زله. خلوا يطلع ويصور. يا اخي اسمع يا ابو اسد، يا ابو اسد اكون معك يا اخي صريح. عايب الرجال ما اذى احد في البرنامج. ابو جبريل ما اذى احد، صاحب يا انا أخي. مقول منه، تمام؟ يا اخي بس اسمعوا إنسان اسمعوا، خير علي انا خير. بقول لكم انا قد خير وصلت علي بنا يضيع ام الحساب كله. قد وصلت بنا الحقاره والتفاهه ان احنا نرجع نشتغل نعم نعم تشويها. والله العظيم اقسم بالله يا شباب انه اكبر شيء والله شوف يا جماعة اقسم لكم بالله لا وين وصلت بنا الحال. او تغلط على صاحبك عشان ترنت او تتهم صاحبك عشان يا جماعه الخير لا اقنعكم لا موضوع الحوالة بدون أوه يا أخي وين وصلت بنا الحال. في المختصر في البرنامج هذا اغلب الكلام والانتقادات في مقابل. طيب اسمع في يا مقابل. مؤيد هلا. ادي لك حاجه واقنعك انت وشايف واقنع الجميع. تفضل. انا في بث مباشر في 1200 واغلب هو في 20 أول شيء 30 السلام 40 عليكم. من امريكا. دقيقة يا حسني يا اسمعني يا حسني. محمد خلني اكمل لحظة يا محمد. خلني اكمل. اتحدى ابو اكبر كبير داخل امريكا يقدر يحول $10,000 حواله واسترينهم. أول شيء اذا في واحد يقدر خلونا نتكلم. يحول بامريكا $10,000 محمد الحسني يحذف حسابه ولا الشنب هذا بجحر مره. واتحدى أول شيء السلام عليكم. راعي أول شيء السلام عليكم. $1000 حواله كامله. عليكم يا أخي خلونا نتكلم دقيقة منزل. أنا يتهموني. أنا طلع اليوم نادر عند يحيى مقلي ويقول له محمد السفيح حول له $10,000. أنا ما طلعت يا اخي أبداً. مش انت محمد ام اللي هو البخاخ. ايوه انا محمد ام ايه يا اخي أنا. محمد ام هذا ابو جبريل حساب ثاني مش حسابك. ايوه نفس الحساب. اسمعني نفس الحساب وانا عارف بالقصه هذه يا حسني. افهمني الله يرضى على والديك. اهو نفس الحساب. مش عليك يا محمد. يا اخي انا عارف. طلع نادر. لا تخلينا نندش ذا الحين. طلع نادر يقول انه مرسل لي فلوس وانه مرسل لي ناس فلوس وانه مرسل لي بلال فلوس، والذي حل القسم ما $1 ولا رسلت $1. ابو جبريل ما هو بحال فاضي ولا هو عنده ولا اي داعم يجي. انتم بعقلكم لما يجي يحول $10,000 يا رجال معه مال قارون والله ما يحول. تكلمنا يا محمد بالكلام هذا الله يحفظك. تكلمنا يا بالكلام اخي هذا. انا عارف انا وابو جبريل يا اخي الحساب نفس نكي ونفس حسابي وانا عارف وكنت ادخل منه. انا عارف منه هذا الحساب. طلعوا السفاح يكمل السمره. طلعوا يا السفاح. محمد يا ابو اسد ايش بينك انت والبخاخ؟ اعتذر منك يا محمد عشان نطلع السفاح. وين السفاح؟ انا البخاخ اخي شكرا لك يا محمد. جاي من بلادنا يا حسني ما يحتاج. وين السفاح يطلب قسط. والله بيني وبينك ضايف لي وما بيش بيني انا ولا كل خير. ما انا البخاخ والله شوف يا حسن البخاخ وشلته انهم رجال فما يتدخلوا بحد مع الجميع واصدقاء مع الكل يعايشوا الجميع ما يدخلوا البخاخ والله ما اسمح البني ادم يفتح لقبه عليه. والبخاخ والله ما بصرنا من الا كل خير. اذا سفاح موجود طلعوه. طلع عبر السفاح. يا سفاح يا حياتي مساء الورد. السفاح يتكلم. مساء الفل. ارحب يا سفاح نورت. سفاح تشتاني معك من الحين باسد. الله يا اخي انت بياع يا حسني ما شاء الله. جهالي اهم منك انت. يا حسني سؤال. انتم اول تتناقشوا على النشيد الوطني. اكثر انسان معترض وسب على اللي يقول النشيد الوطني. النشيد الوطني السفاح دخلنا عندنا ووقف النشيد الوطني حدنا السفاح. اخبارك يا سفاح يا حبيبي. واكثر شخص يجحد ابو اسد السفاح وهو من منع النشيد الوطني. هل في معلومات هل في اشياء؟ الله يسعدك يا سفاح. ادخل في ايش رايك يا سفاح بالحوار اللي يدور والاوضاع اللي تدور في البرنامج؟ نعم والله انا وجهه نظري عن يحيى مقلي من اول يوم انه طاح المشاهدات عنده وطاح الدعم وخسر الدعم لاصحاب امريكا وما حصلش تعويض، فسوى هذا حركات كلها عشان يرجع المشاهده المختصر.
ما تقولش احمد صار انا متفق مع كلامك، انا متفق مع كلامك يا سفاح. اول قبل كل حاجه يحيى مجلي باقي على ما هو مشاهدات عنده على ما وداعمين. لا مشاهدات نزلنا 500 و600 و400. اسمعني يعني باختصار شديد واقف على ما هو بالبرنامج مثله مثل اي رجال. مش واقع يا فواز يا فواز نزلها انا ما نكرهش يحيى مجلي لكن ما كتب اسمعني نقص المشاهدة يا فواز. انا ما اسمعني يا محمد الحسني، ما يعجبنيش الرجال الذي يجي يمدح داعم. لا يحيى مجلي مشهور وبيظل مشهور على ما هو في البرنامج. لحظة كلام السفاح يا فواز اسمع اهدأوا لا تطلعوا تقولوا تنظروا على يحيى مجلي. يا فواز تنظر على يحيى مجلي ذا مرفوض. يا فواز ها يا فواز انت تتكلم على مشهور انتقد اشخاص وسب الاشخاص وطلع واعترف بنفسه، هذا مشهور ولا انسان؟ طيب اعتذر للناس يا سفاح. قول اخطاء يا اخي. لا ما يحق، هذا ما يبررش خطاه، ما يبررش. لا يعني هو غلط على الاشخاص ولما انغلط عليه قمتم كلكم تدافعوا عليه. ليش ما دافعوا؟ لا ما دافعناش عليه والله. لعندكم لحظة يا فواز، لحظة يا سفاح. لحظة يا ابو سيد، المشاهدات نقصا عند يحيى، نقصا عند صقر، عند الحسني، عند حسام. الدعم نقص عند يحيى، نقص عند صقر. يعني الدعم ليش لما يحيى مقلي حرض على يحيى وانسب على صقر وانسب عرضه وانسب امه وانسب كل شخص من عائله صقر، ليش ما قمتم مع صقر؟ بجاوبك ليش؟ اول شيء اسمع ما لين نزلت عندكم شيء. انا معك في هذه النقطة، بس يحيى مقلي انه طلع اتكلم وصوته مسموع وصل المقطع 1,600,000 طلع اتكلم وصرح وهو مشهور. اذا كان صقر اتكلم او الحسن يتكلم او اي واحد مشهور طلع واتكلم وصرح قال يا جماعه هذول سالوني عن ظلمكم معي، كل الناس بيوقفوا. بس انت سالت انا ارد اكثر من ايوه لا بس السفاح كلامه سليم، ليش يوقفوا مع فئه ويتركوا فيها؟ الشخص هذا طلع واتكلم وقال يا جماعه انا ناشدكم هذا اساولي. اسمعني خليني ارد على كلام السفاح. شوف يا سفاح فقط يا سفاح، انت قلت انه باسم صقر ما يدخل دعم عند احد ولا حاجه. الحمد لله احنا دخلنا البرنامج ما احنا طالبين فضل من احد. دخلنا البرنامج والله ما في بالي لا دعم ولا غير دعم. بس في الاول والاخير شوف يحيى مجلي اخطا، واحنا نقول يا يحيى انت اخطات في موضوع كذا انك تكلمت على موضوع مين او اخطا، مش انه ما اخطا. لكن يا سفاح انك تصلنا الخصومه. دقيقه يا الان كل واحد يتكلم يتحمل مسؤوليه كلامه. يحيى يتكلم نادر. الان كلام يحيى هو نادر، يعني تتوقع انه صحيح؟ لا حتى 1%؟ لا انه ايش ولا ترند عشان يظل لي بالساحات ترند واصل. من جال اسمعني من شان كلام نادر. اذا هو رجال اسمعني، اذا هو رجال يحيى مقلي ونادر يطلعوا الان امامي وانا ارويك ما هم كذابين الاثنين. اوف يا سفاح، هل حوالات تتحول من امريكا وسترين يوم تتحول من امريكا احول لك حواله حتى للهند ودي لك سند وبس. لا تقدر تحول 10 خليه بدك يحيى واحد ينزل يحيى مجلي اي صراف يقدر يسويها. ايوه بس انا قلت لك شوف يحيى شباب لحظه خليه يتكلم بنفسه. يحيى موجود في القسط، خلوه يطلع ويتكلم. واحد منكم ينزل. وين السند؟ يروينا سند استلام، ما يروينا السند. التصريح هذا بلسانه. هل يحيى صرح؟ لحظه ممكن هذا التصريحات واحد منكم ما يوم من الايام نادر عاشرته وكان يزور كنت ازور انا حتى يوم من الايام دوري يا شباب. واحد ينزل ليحيى لو سمحتوا، واحد ينزل ليحيى لو سمحتوا عشان يعني نادر يا فواز خلاص يا فواز خلي يحيى يدافع على نفسه، يطلع يوضح نفسه، لا توضح نيابه عنه.